في 15 من عمره لمح بيل جيتس لمحة من المستقبل. أجهزة الكمبيوتر، تلك الآلات الضخمة آنذاك، أسرت لبه. رأى إمكانياتها لتغيير العالم. أمضى الشاب جيتس ساعات طويلة في كتابة الأكواد، متقنا لغة الكمبيوتر. كان يحلم بعالم تديره البرمجيات، وهي رؤية بدت مستحيلة للكثيرين. لكن جيتس كان مختلفا. كان لديه شغف متقد بالتكنولوجيا لا يعرف حدودا. كان عبقريا مقدرا له العظمة، وكانت رحلته قد بدأت لتوها. كانت موهبة جيتس لا تنكر، فقد بنى أول برنامج كمبيوتر له في 13. هذا النجاح المبكر غذى طموحه. كان يعلم أنه ولد ليبدع ويبتكر ويترك بصمته على العالم. على الرغم من تردد والديه في البداية، إلا أنهما رأيا تصميمه. قاما برعاية موهبته، مزودين إياه بالموارد اللازمة للازدهار. تعد قصة جيتس شهادة على قوة الشغف المبكر. إنها تذكرنا بأن العظمة يمكن أن تتفتح في أي عمر. جامعة هارفارد مكان مرموق ذو تاريخ عريق استقطب بيل جيتس. التحق بيل جيتس العقل المشرق بالجامعة عام 1973. درس القانون، وهو المسار الذي شجعه والداه على اتباعه، ومع ذلك ظل قلبه معلقا بعالم الكمبيوتر. لكن القدر كان لديه خطط أخرى. في عام 1975 جاء عام مفصلي. التقى جيتس إلى جانب صديق طفولته بول آلن بجهاز ألتير 8500. أشعل هذا الجهاز الذي كان نذيرا لثورة الكمبيوتر الشخصي روحهما الريادية. رأى جيتس فرصة. ترك جامعة هارفارد وهو قرار أدهش الكثيرين. بإيمان راسخ برؤيتهم، أسس جيتس وآلن شركة مايكروسوفت. كان هذا إيذانا ببدء رحلتهما الرائعة. كان هدفهما بسيطا ولكنه طموح: وضع جهاز كمبيوتر على كل مكتب وفي كل منزل. كانت رؤية جريئة يعتبرها الكثيرون مجرد خيال. مع ذلك لم يثني ذلك بيل جيتس. لقد ذاق طعم النجاح وكان متشوقا للمزيد. نادرا ما يكون طريق النجاح سلسا. واجهت مايكروسوفت نصيبها من العقبات. كانت المنافسة شرسة، أحاط الشك برؤيتهم، واختبرت المعارك القانونية عزيمتهم. ومع ذلك ظل جيتس ثابتا خلال كل ذلك. لم يتزعزع إيمانه بإمكانيات مايكروسوفت. عمل بلا كل، ملهما فريقه بتفانيه الذي لا يتزعزع. تميزت قيادته بالمرونة، وهي سمة أصبحت مرادفا لثقافة مايكروسوفت. امتدت رؤية جيتس إلى ما هو أبعد من مجرد بناء البرمجيات. لقد أدرك أن الوصول إلى الجميع هو مفتاح الانتشار الواسع. بتوجيهاته طورت مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز، وهو نظام تشغيل سهل الاستخدام. لقد كانت ثورة في عالم الكمبيوتر الشخصي. جعل نظام ويندوز التكنولوجيا في متناول الجميع. لقد غير طريقة عمل الناس وتعلمهم وتواصلهم مع بعضهم البعض. أصبحت رؤية جيتس حقيقة مغيرة العالم إلى الأبد. تعد قصة بيل جيتس قصة إنجاز رائع. من متحمس للبرمجة في مقتبل العمر إلى عملاق في التكنولوجيا، تعتبر رحلته مصدر إلهام. تجرأ على الحلم بأحلام كبيرة، مخاطرا بما لم يخاطر به الآخرون. دفعت قيادته ورؤيته وعزيمته التي لا تلين شركة مايكروسوفت إلى آفاق لا تصدق. لكن إرث جيتس يمتد إلى ما هو أبعد من عالم التكنولوجيا. بدافع من إحساس عميق بالمسؤولية، أنشأ جيتس وزوجته ميليندا مؤسسة بيل وميليندا جيتس. تعالج هذه المبادرة الخيرية، وهي واحدة من أكبر المبادرات في العالم، قضايا عالمية مثل الفقر والرعاية الصحية والتعليم. إن التزامهم بجعل العالم مكاناً أفضل هو أمر ملهم حقاً. تعلمنا قصة بيل جيتس أن النجاح لا يتعلق فقط بتحقيق أحلامنا، بل يتعلق أيضاً بتمكين الآخرين من تحقيق أحلامهم.